متتبعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله الريل الصنايعيه والمبتدئين كيفاش الطريقه ديال الخدمه. يعني بغيت نشرح لكم طريقه، ماشي هي انه المعلم او لا مول الدار غادي يجيب لك ماكينه انك تبدل لها الموتور ولا كروه، وانك تبدل لها موتور وكروه وتعطيها له. راه ماشي هذيك هي الخدمه الاخوان. الدراري المبتدئين، هذه نصيحة من خوكم ياسين. إذا جاب لك السيد ماكينة راه واجب عليك، ولا بغيتي دير كليان وإن شاء الله غادي تقبل وغادي تخدم مزيان وغادي تعرف، وهي تعتني له بداك الماكينه اللي جاب لك. الميساج اللي بغيت نوصل لكم الاخوان، وهو ماشي جاب لك موتور خصك تحرق الموتور خصك تبدل له موتور، لا الاخوان، جاب لك الماكينه بحال هاد الكليانه الاخوان. انا نعطيكم عبره وفكره. هاد السيد جاب لي ماكينه باش غادي نبدل لها الموتور تحرق، ولكن الاخوان فاش حليت داك الماكينه قسما بالله الا لقيتها في واحد الحاله ما نقول لكمش. يعني هذيك الماكينه ما بقى لها غير شويه وغادي تلوح في لابوبيل، ولكن عرفت بانها مازال مزيانه، خصها غير شويه ديال العنايه. انا ما عكزتش الاخوان وما تشطرت، مشيت جبت واحد يطرو ديال الماء القاطع كما كتشوفوا، وشريت واحد السبراي اللي كيغسلوا بها البوطات اللي كتلمع ومعروفه عند المعلمين كيحيدوا بها جميع الاوساخ وزويونه. يعني كتنفعني، كنغسل بها لي ماشين، وضربت لها واحد الغسله فاعله تاركه. الميساج اللي بغيت نوصل لكم الاخوان، وهو ماشي انا يعني غادي نركب لها موتور وصافي. الميساج اللي بغيت نوصل لكم وهو كيفاش دير تدخل طرف الخبز بواحد الطريقه اللي ما شاء الله كيعرفوها غير الناس الاذكياء. انت معلم ماشي غير باش انك غادي تبدل واحد الحاجه وتعطيها لمولاها، ولكن الا كنتي ذكي شويه وشتي داك الماكينه مكرفصه وضربتي لها شي غسله ولات كتلمع، راه انا كنأكد لك اخويا العزيز، كنأكد لك مليار في المية، الا جا عندك داك السيد ولقاك صلحتي له الماكينه العطب اللي جابها لك واعتنيتي بها رديتيها له قرطه كما غنوريكم الاخوان في هذا الفيديو. ما تمشيو فين، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا ان شاء الله كيفاش رديت هذه الماكينه. هذه السيد فاش جا راه تفاجأ واش هذه ماكينته ولا ماشي ماكينته. والمغزى من هذا كامل الاخوان انا غادي نقول لكم شنو هو. هاد السيد هذا جيت ركبت له انا الموتور، بدلت له الموتور. شحال حسبت له الاخوان ديال الخدمه، يعني اليد العامله باش غادي نبدل له هذا الموتور؟ حسبت له 100 درهم باش غادي نعاود له داك الموتور اللي تحرق ديال النشافه، ولكن ما خسرت عليها واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه ما كاملاش. ضربت لها واحد الغسله ونيطويتها، ولكن تصوروا معايا الاخوان في الاخر شحال عطاني. راه ما تصوروش، ما كنتش ناويها الاخوان قسما بالله، ولكن صراحه هذيك الماكينه كانت غتمشي لابوبيل. ولكن السيد كان كيقول انا غادي نمشي نشري ماكينه ب1000 درهم ولا 2000 درهم ولا حتى 1500 درهم، وهذا السيد هذا اعتنى لي بالماكينه اوتوماتيكمون، خاطرو ما غاديش يعطيه وما غاديش يهنيه انه ما غادي يعطيك حتى شي حاجه. تصوروا معايا الاخوان انا شنو خسرت عليها. خسرت عليها ثلث ساعه ديال الخدمه، وشريت لها هذا السبراي هذا ديال البوطات اللي كيحيد المول بميع، اللي كيحيد يعني الاوساخ. يعني مول الدار ما يمكنلوش يحلها بحال هكايا وانه يغسلها، ولكن بما انني حليت نبدل الموتور ما فيها باس نضرب لها شي غسله مزيان، ما غادي نخسر حتى شي حاجه. من المغزى من هذا الشيء كله الاخوان، وهو تصوروا هذا السيد هذا في الاخر شحال عطاني، راه ما طيح لكمش على البال. وعرفتي شنو قال لي؟ قال لي اقسم بالله العظيم الا كنت غادي نخدم بها هاد المره، كنت نخدم بها هاد المره ولا عاودت خسرات راه كنت غادي نلوحها، ولكن ملي جيت لقيت رديتيها لي جديده ما بقيتش باغي نشري ماكينه. هذه ماكينه راه غادي يعني مازال غادي تضرب لي واحد المده طويله. وبالفعل الاخوان فيريفيت لها كل حاجه، الحاجه اللي خاصه فيها بدلتها له. صوروا معايا الاخوان شحال عطاني. انا طلبت له 100 درهم، شوف شحال عطاوني. عطاني 300 درهم الاخوان، عطاني 300 درهم على هذاك لوجيست اللي درتها الاخوان ورديتها له جديده لهاد الماكينه. هادشي علاش كنقول للدراري المبتدئين وكذلك بعض الصنايعيه، راه الا كانت عندك الخدمه بزاف ما تقبطش خدمه واحده اخرى، كمل ديك الخدمه اللي عندك وعطي الكانا لهذيك الماكينه ولا البياسه اللي جابها لك الكليان، اعطيها حقها وتهلا فيها وريقلها له مزيان على حقها وطريقها، وما ديبانيش. الا كان عندك بياس قديم ما ديبانيش، ديروا له حاجه مزيانه وعطيه ماكينه مزيانه.
هاد لوجيست اللي درتي معاه غادي يبقى مفكرك به دائما، فوق ما شاف داك البياسه اللي صايبتي له وصلحتيها له دائما غادي يبقى مفكرك بها. وهكا غادي يجيب لك كليان وكليان وكليان وكليان. والمعلم الصنايعي راه هذه هي الفكره باش كيخدم، وما عمرك تلقاه جالس ولا مشمش ولا جالس في القهوه. علاش؟ كيعرف كيفاش يخدم وكيفاش يفكر. هانتوما الاخوان بعد ما ضربت لها غسله ولات كتلمع ولات جديده. واحد الحاله فاش جابها راه ما نقول لكمش الاخوان كيفاش كانت. لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني راه ما كتكونش الوقت عند الانسان باش انه يعطي وقيت انه يغسل الماكينه وتهلا فيها، ولكن بعد ما ضربتها بهاد السبراي هادي ولات جديده كانه شرا وحده اخرى جديده. هانتوما الاخوان ما خسرت عليها حتى شي حاجه، يعني برودوي وضربت لها حكه بالشتاء ايوا هي ولات الماكينه كتلمع. هادشي علاش بغيت نوصل لكم اخواتي هاد الفكره، انكم اي واحد جاب لكم ماكينه او لا يعني ثلاجه ولا اي حاجه تصلحوها له ما فيها باس الا خسرتي عليها واحد القريعه ديال البرودوي وشي سطيل د الماء او تضرب لها شي غسله ناعمه سيدي، وهاكا ان شاء الله غادي تكون. حتى الا ما ربحتيش الفلوس من داك الكليان وما كانش عنده انه يعطيك، والله يا اخواني حتى انك راه غادي تربح معاه بزاف ديال يعني ديال الكليان. وحتى السيده ديالو فاش غتجيب لها هاد الماكينه وتلقاها ولات جديده راه غادي تقولها لجارتها، تقول السيد اللي صايب لنا الماكينه شوفي كرجع لي الماكينه ديالي من بعد كنت غنفكر انني نلوحها، ولكن هو رجعها لي جديده. وهكا حتى تدي حتى الاجر اخي الكريم، يعني غتدي الاجر في هذا السيد انه يمشي يشري ماكينه واحده اخرى. وما بقى لي الا نودعكم الاخوان، وتحياتي من خوكم ياسين. الماكينه هي قدامكم، وكيبقى لكم نتوما التعليق الاخوان، عطيوني الراي ديالكم. واش هاد الفكره اللي قلت لكم وهاد الشيء اللي قلت لكم واش صحيح ولا لا؟ خليو لي الراي ديالكم في واحد الكومونتير، وراه كتفرحوني فاش كتصيفطوا لي كومونتيرات زوينين. جزاكم الله كل خير. وبارطاجيو الاخوان، بارطاجيو باش الدراري اللي كيستافدوا اولا اللي كيتعلموا يديو هاد يعني هاد العبره اولا هاد الفكره في ريوسهم باش يبقاو يطبقوها، وان شاء الله غادي يخدموا مزيان وغادي يمشيو مزيان في هاد الدومين. وهاد الدومين راه ما شاء الله راه صراحه كنقولها دائما في الفيديوهات ديالي، راه مهنه من ذهب. الله يسر لكم الامور يا اخوان، وتحياتي من اخوكم ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر، تحياتي.